الصبر، الكلمة اللي معظم البشر بيكرهوها في الحقيقة، بس بيحبوها في بوستات الانستجرام. في العالم العربي في مثل قوي تقريبا كل جدة وكل أم وكل مدرس قالوا في يوم من الأيام: الصبر مفتاح الفرج. في الفيديو ده هنفكك المثل ده كأنه شفرة نفسية وثقافية. هنشوف جه منين، العرب بيستخدموه ليه، وبيحصل ايه فعلا لما تطبقه في حياتك. وبنهاية الفيديو مش بس هتفهم المثل، هتحسه. القسم الأول: المعنى الحرفي. نبدأ بالأساسيات. كلمة صبر في العربي معناها التحمل، الثبات، وكتمان الغضب وقت الوجع. وكلمة فرج معناها انفراجة، نجاة، أو باب بيفتح بعد ضيق طويل. فلما العربي يقولك الصبر مفتاح الفرج، هو حرفيا بيقولك الصبر هو المفتاح اللي بيفتح باب الانفراجة. المثل مش مجرد اصبر وهتبقى الدنيا حلوة، المعنى أعمق. هو بيقولك من غير صبر الباب نفسه بيفضل مقفول، مش هتشوف الحل لو استسلمت بدري. القسم الثاني: السياق الثقافي. علشان تفهم المثل لازم تبص على تاريخ العرب. لآلاف السنين الناس في المجتمعات العربية عاشوا حروب، فقر، تهجير، قسوة صحارى، جفاف، رحلات طويلة مرهقة. الصبر ما كانش رفاهية، كان وسيلة بقاء. عشان كده المثل ده اتولد من المعاناة مش من الرفاهية. فلما جدة تقول لحفيدها الصبر مفتاح الفرج، هي مش بتجود كلام، دي بتتكلم من ذاكرة جماعية لمجتمعات كاملة نجت لأنها ما وقفتش رغم الشدة. القسم الثالث: المعنى النفسي. من الناحية النفسية إحنا كبشر بنكره الانتظار، بنكره المجهول، بنحب النتائج السريعة، بس الدنيا مش بتمشي على مزاجنا. المثل هنا بيعلمك منظور مختلف. بدل ما تسأل إمتى ده هينتهي، اسأل أتحمله إزاي لحد ما يعدي. الصبر هنا مش قاعدة ساكت، الصبر تحمل فعال. يعني تكمل حتى لو ما فيش علامات تقدم، تمسك نفسك لما مشاعرك عايزة تنفجر، ما تستسلمش حتى لو كل حاجة واقفة. المثل بيربط الصبر بالفرج، مش بالسعادة ومش بالكمال، بالفرج، مجرد انفراجة. ولو مريت بوجع كبير هتفهم إن الانفراجة نفسها معجزة. القسم الرابع: ليه الوقت مهم؟ الفرج ما بيجيش لما نضرب صوابعنا، الفرج بيجي لما ظروف تتهيأ، لما تبذل الجهد الكافي، لما الفرصة المناسبة تظهر، لما المشكلة تاخد وقتها الطبيعي علشان تتحل. المشكلة إن معظم الناس بتستسلم قبل الفرج بخطوتين. الصبر هنا زي علاقة الزرع، مش هتزرع بذرة النهاردة وتلاقيها شجرة بكرة، لأ، لازم تستنى وتروي وتحمي وتثق في اللي بيحصل تحت الأرض. المثل بيقولك لو لسه في غرفة الانتظار مش معناها إن الباب مقفول، يمكن لسه دورك مجاش. القسم الخامس: البعد الروحاني. في ثقافات عربية كتير للمثل ده بعد ديني وروحاني كبير. الناس بتؤمن إن الابتلاءات اختبار، وإن الفرج مش مجرد حدث، ده رزق بيجي في وقته. فالمثل يتحول من كلام حكمة إلى عدسة تشوف بيها الدنيا. يمكن التأخير حماية، يمكن الضيق تربية، يمكن الفرج اللي جاي هيخليك تفهم ليه وجعك كانت ضرورية. حتى لو مش متدين، الفكرة تشتغل معاك. ماذا لو أصعب لحظاتك بتبنيك لمستقبل أنت مش شايفه لسه؟ القسم السادس: أمثلة واقعية. نحط الكلام في الواقع. مثال: حد بيدور على شغل، شهور بيرسل إيميلات، ولا رد ولا مقابلة ولا فرصة. الأمل بينهار، وفي اللحظة دي المثل يظهر: الصبر مفتاح الفرج. كمل، يبعت طلب كمان، مكالمة كمان، فرصة تانية، وهي دي اللي بتغير حياته. من بره اسمها حظ، من جوه كان صبر ممدد وقت لحد ما الفرج وصل.
مثال تاني، قلبك اتكسر، حاسس إن الألم مش هيروح، مش شايف نهاية، بس بعد فترة تلاقي نفسك بتتنفس تاني وبتضحك شوية والوجع بيقل. ده فرج، والمفتاح الوقت والصبر. القسم السابع، الخطأ الشائع. الغلطة اللي ناس كتير بتقع فيها، يفهموا الصبر على إنه أقعد مفتني والدنيا هتظبط لوحدها. لا، ده مش صبر، ده استسلام. الصبر الصح أفعال قليلة بس ثابتة، عقل ثابت وقت الهوجان، قرار محسوب مش مستعجل، عدم الهروب من المشكلة. الصبر مش كسل، الصبر إدارة مشاعر زائد استمرارية. القسم الثامن، إزاي تطبق المثل في حياتك. علشان تستخدم المثل كأداة: 1. سمي مشكلتك، قولها بصراحة: أنا في مرحلة انتظار في شغلي، علاقتي تعافي. 2. اقبل إن الفرج مش فوري، التأخير مش معناه إنه مش هيجي. 3. استمر في الظهور، تعلم، اشتغل، حاول، عالج نفسك، كمل. 4. ما تاخدش قرارات كبيرة وإنت موجوع، اصبر واسمح لمشاعرك تهدى. 5. افتكر إن المرحلة دي مؤقتة، ولا حاجة فضلت زي ما هي عبر التاريخ. القسم التاسع، ليه المثل لسه مهم دلوقتي؟ في عصر السرعة، النت السريع، التوصيل في يوم، المثل ده بقى ثورة لوحده. كل حاجة حوالينا تقولك لو مفيش نتيجة دلوقتي سيب. بس بناء المستقبل الحقيقي بياخد وقت، التعافي بياخد وقت، العلاقات الصح بتاخد وقت، الفلوس الحقيقية بتاخد وقت، المهارات بتاخد وقت. فلما كبير يقولك الصبر مفتاح الفرج، هو بيديك مصل مضاد لتسرع الزمن اللي احنا عايشينه. بيقولك عادي تتعب، عادي تبكي، بس ما تستسلمش. الخاتمة، الصبر مفتاح الفرج. كلمتين بس وراهم تاريخ كامل من الألم والقوة والبقاء. مش لازم تكون عربي علشان تستخدم المثل، يكفي إنك تكون إنسان بيمر بمرحلة صعبة. المرة الجاية اللي تحس فيها إن الدنيا مقفولة، افتكر يمكن الباب مش مقفول، يمكن لسه ما اتفتحش، والمفتاح معاك، اسمه الصبر.